بيبدأ فيلمنا بعملية سطو مسلح على بنك، لكن الشرطة بتوصل وبتحوط المكان، وبيعرفوا ان العصابة محتجزة مجموعة كبيرة من الرهائن، لكن برضه عارفين ان في شرطي سري موجود جوه العصابة، وبيكون هو الشرطي ارت، واللي بيتكلم مع زعيم العصابة وبيقنعه انهم يسلموا نفسهم علشان حتى خاطر ولاده الاتنين اللي جايبهم معاه يساعدوه في سرقة البنك ما يتأذوش. ده في الوقت اللي الشرطة بتقرر انها تعمل مداهمة على البنك باللي فيه بيكون زعيم العصابة شاكك في ارت وبيفكر في انه يقتله، لكن الشرطة فعلا بتهجم وبتضرب النار بغباوة، وبيبقى ارت كل همه العيال الصغيرة ما تتأذيش، لكن مع كل ضرب النار ده بيتصابوا وبيقعوا، فبيروح جري على واحد منهم وبيحاول انه ينقذه ويوقف النزيف، وبيطلب الاسعاف يجي بسرعة، لكن الولد بيموت بين ايديه، وبيبقى ارت متأثر وحزين على اللي حصل، وبيخرج وبيهجم على اللي ادى الامر باقتحام البنك بالقوة، وبيحملهم مسؤولية قتل 5 ارواح منهم 2 في سن المراهقة. ومش بس كده، ده لما بيحس باستفزاز بيضربه، وتاني يوم بيبقى ارت متحول للتحقيق بسبب اللي عمله، وبيبقى المدير بتاعه قاعد وماسك السجل بتاعه، وبيعرفوا ان الاخصائيين النفسيين مطلعين تقرير بيوصفوه بان عنده جنون الوهم، وعلشان كده ما بقاش ينفع انه يسيبه في شغلانه العميل السري دي مره تانية، وبيطلب منه انه يرجع لشغله كمحقق وللاعمال الميدانيه، لكن فعلا ارت بتبقى اعصابه تعبانه ومشدوده، وبتعصب على المدير بتاعه وبيحمله مسؤوليه المذبحه اللي حصلت، وخاصه الاتنين المراهقين اللي ماتوا، بس زميله تومي بيتدخل علشان يهدي الاوضاع بينهم، وفعلا المدير بيحاول انه يهدي نفسه، خاصه وانه عارف ان ارت شرطي شاطر وبيشتغل بضمير. ده في الوقت اللي بيكون في مدرسه مخصصه لاصحاب الهمم، وبتدخل المدرسه وبتبقى جايبه حاجه لطفل عندها اسمه سايمون، واللي مصاب بالتوحد، لكنه بيعشق حاجه اسمها الالغاز والاحجيات، وبتديله مجله مليانه بالالغاز دي، فبياخدها منها وبيحطها في الشنطه بتاعته، وبيقعد وبيكمل يومه الدراسي، وبعد ما بيخلص بيوصله باص المدرسه لحد البيت، وبتكون امه واقفه مستنياه كالعاده، وبيكون سايمون عنده شويه طقوس خاصه بيه او روتين هو متعود انه يعمله، وبيعمل المشروب بتاعه، وبيدخل الغرفه بتاعته وبيقعد وبيخرج مجله الالغاز علشان يحلها، لكن بيكون من وسط الالغاز دي صفحه مليانه بالرموز والارقام الغريبه، وبتبقى زي ما يكون شفره معقده، لكن سايمون وبسبب المتلازمه اللي عنده بيبقى عنده القدره اللي تخليه يحل اي شفره مهما كانت معقده، وبينزل بهدوء من غرفته وبيتصل بالرقم الموجود في اخر الشفره اللي حلها، لكن اللي سايمون ما يعرفوش ان الرقم اللي بيتصل عليه بيبقى مركز بحوث سري تبع المخابرات الامريكيه، حتى ان الموظف بيتصدم لما بيلاقي حد قدر يعرف رقم التليفون اللي مكتوب جوه الشفره، وبيكلمه بسرعه وبيقول له ازاي قدر يجيب الرقم ده، فبيرد سايمون بطريقته وبيقول له اللغز رقم 9، وبيقدر الموظف انه يحدد مكان بيته، لكن ام سايمون بتنده عليه فبيقفل الخط وبيروح لها، وعلى طول بيتصل الموظف ليو ده بزميله وبيقول له يروح له فورا، وبيعرفوا باللي حصل، وبيسمعوا المكالمه اللي كانت بينه وبين سايمون، واللي بيقول عليه انه عبقري ومش طبيعي، لكن داين وشه بسود وبيقلق، وبيعرف زميله انهم لازم يتصلوا بقدره، فليو بيترعب وبيقول له كده الامور مش هتعدي على خير خالص، وبيكون قدره ده واللي يبقى مدير مركز البحوث السري تابع للمخابرات موجود في السفاره الامريكيه الموجوده في تايلاند، وبتجيله برقيه بتعرفه باهميه الموضوع، وبيدخل على الجهاز الامني بتاعه وبيعرف تفاصيل الموضوع كله. ده في الوقت اللي بيوصل فيه ابو سايمون للبيت وبيطلع علشان يشوف ابنه، واللي برضه بيبقى متعود او من الروتين اليومي بتاعه انه ينام على صدر ابوه، وبعد كده بيشيله وبينامه على السرير بتاعه، وقبل ما النهار يطلع بيوصل قدره لمركز البحوث وبيمسك المجله اللي فيها الشفره، وبيتكلم مع الاتنين الموظفين المسؤولين عن قسم الشفرات، وبيبقى عنده قدره ده من الغرور اللي كف دوله بسكانها، وبيقول لهم الشفره اللي هو عاملها مستحيل انها تتفك، فازاي عيل صغير قدر يفكها ومين اصلا اللي وصلها له، فبيردوا الاتنين ان الشفره دي اول ما اتعملت وقبل ما هم فعليا يشتغلوا بيها حطوها تحت كل الاختبارات، لدرجه ان الكمبيوتر الرئيسي فشل في انه يحلها، فجت لهم فكره انهم يحطوا الشفره في مجله الغاز، وكمان سابوا رقم جوه الشفره علشان اللي يحلها يتصل عليهم، فبيغضب قدره وبيسخن وبيقول لهم مين اللي امركم تحطوا الشفره دي في مجله الالغاز، فبيفهمون اللي عملوه ده كان تقريبا من 2 سنين، وانهم كانوا لسه ما اشتغلوش خالص بالشفره دي، وكانوا عمرهم ما يتوقعوا ان في حد ممكن يحلها، فبيقول لهم اهو طفل صغير عنده 9 سنين قدر انه يحلها، وبيعرفهم كمان انه مصاب بالتوحد، فبيقولوا له علشان كده قدر يحلها، وبيفهموه ان بعض من مصابين التوحد بيشوفوا الشفره بشكلها الطبيعي مش بالارقام والرموز اللي احنا بنشوفها، فبيقول لهم بطلوا هري انتوا الاتنين، وبيعرفهم انهم قدام مشكله كبيره بتمس الامن القومي ولازم يتصرفوا بسرعه. واول ما النهار بيطلع بيروح شرطي وبيوصل لبيت سايمون وبيتكلم مع ابوه، وبيقول له ان في مشكله بسبب سواق الباص اللي سايمون بيجي معاه، وبيفتح له ابو سايمون الباب، لكن اول ما بيدخل بيضرب ام سايمون بالنار في ظهرها وبيقتلها، وقبل جوزها ما يستوعب بيتضرب بالنار هو كمان، وبيسمع سايمون صوت ضرب النار، وبيطلع القاتل ده للغرفه بتاعته لكنه مش بيلاقيه، وبيكون سايمون اختفى، لكن صوت عربيه الشرطه بتقرب من المكان، فبينزل من البيت بسرعه علشان يخرج منه، وكمان علشان يدور على سايمون اللي شكله هرب من البيت، وبيسيب بصمات الاب على المسدس عشان تبان انها جريمه انتحار مش قتل، وبيخرج فعلا بره البيت، وبتكون في عربيه مستنياه وبيركب فيها وبيخلع، وبيجي تليفون لارت
وبيطلبوا منه يروح لمكان الحادثه اللي حصلت، وفعلا بيوصل لمكان الجريمه على السريع وبيدخل جوه البيت، وبتبقى معاينه الجريمه لسه شغاله، وبيتكلم مع زميله جيمي اللي بيكون موجود، وبيعرفوا بيقول له شكلنا كده قدام عمليه انتحار، وبيعرفوا كمان ان في طفل مش موجود ومختفي وان اسمه سايمون، والجيران بيوصفوه انه مصاب بالتوحد. وبيطلع ارت علشان يشوف الغرفه بتاعت سايمون، وبيدخل وبيقلب فيها، وبيطلع تليفونه علشان يتصل بالمكتب بتاعه، لكن كل ما يدوس رقم يسمع صوت صغير بيقول نفس الرقم اللي داس عليه، فبيفضل يدور على مصدر الصوت لحد ما بيلاقيه قاعد في خزنه صغيره جوه الدولاب، فبيحاول يطمنه ويخرجه بره، لكن سايمون ما بيحبش حد يلمسه، وبيفضل يصرخ لما ارت بيشيله. وبيطلع جيمي وبيستغرب من ان سايمون ظهر فجأة، فارت بيقول له يتصل ويجيب عربية اسعاف وكمان ناس متخصصة في حالة سايمون، لانه بعد ما شافه ما بقاش مرتاح للقضية دي. وفعلا بياخدوا سايمون في عربية اسعاف، لكنهم بيكتفوه لانه في حالة هياج وخوف، وبيحاول ارت انه يطمنه على قد ما يقدر، حتى انه بيقول للسواق انه يطفي السرينة بتاعته علشان ما تفزعوش، وبيجيب له الصور اللي معاه وبيقول له يعرفه مين دول، وده كله علشان يهديه ويخليه كمان يتجاوب معاه. وبيوصلوا بيه للمستشفى، وبيشوفهم ارت وهما بيدوا حقنه مهدئه، وبيتكلم مع الدكتوره وبيسالها عن حالته، وبيفهم منها انه مصاب بالتوحد ومش مجنون زي ما هو كان فاهم، وان سايمون عارف كل شيء حواليه وفاهمه كويس، لكن عنده مشكله في المشاعر والعواطف، علشان كده دايما خايف ومضطرب وما بيحبش حد يلمسه. فبقول لها يعني ينفع اساله شويه اسئله؟ فبتفهمه انه صعب انه يخرج منه بحاجه، وبيسيبه تحت الحراسه، وبيمشي من المستشفى وبيروح البيت بتاعه، لكن ذكريات اخر عمليه مش بتخرج من دماغه، وبيبقى محمل نفسه مسؤوليه موت الاتنين المراهقين. فبياخد بعضه وبينزل وبيدخل كازينو وبيقعد، وبيخرج من جيبه الصور اللي تخص سايمون، وبيفضل يقلب فيها، وبما انه قاعد زهقان ومش لاقي حاجه يعملها بياخد بعضه وبيروح على المستشفى، لكنه اول ما بيدخل ما بيلاقيش الحراسه اللي كان سايبها تحرس سايمون، وشكله بيقلق، وبيسال الممرضه وبيقول لها فين الحراسه والناس اللي كانوا موجودين، فبتقول له انهم اتصلوا بيهم وسحبوهم من مكانهم. ولما بيسالها عن سايمون بتعرف انه تم تحويله لقسم الاطفال، وتعرفوا رقم الغرفه بتاعته، فبيحس ارت ان في حاجه غلط، وبيطلع للغرفه بتاعت سايمون وبيمسك مسدسه وبيدخل قسم الاطفال، لكن سايمون ما بيكونش موجود في السرير بتاعه، فبيدخل عليه دكتور وبيساله ازاي يقدر يساعده، فبيعرفوا ارت انه محقق شرطه، وبيساله عن سايمون، فبيعرفوا الدكتور انهم نقلوه لقسم الاشعه علشان يطمنوا على نشاط المخ بتاعه، وبتضح ان الدكتور ده يبقى هو نفس الشخص اللي قتل اهل سايمون، واللي بيبقى هو كمان بيدور على سايمون اللي اختفى من المستشفى. وبيجري ارت على قسم الاشعه واللي بيلاقيه فاضي، فبيفهم انه كده اتبعت، وبيطلع جري على صاحبنا اللي لسه بيدور على سايمون، وبيوصل ارت ومعاه مسدسه وبيدور هو كمان، لكنه بيشوف انعكاس صوره سايمون على الازاز، فبيروح عليه علشان ياخده معاه ويحميه، لكن طبعا سايمون وبسبب ظروفه بيعمل فضيحه، وبيحاول ارت انه يخرجه من المستشفى بعد ما اتاكد ان حياته في خطر، وبيدخلوا الاسانسير، لكن صاحبنا ده بيدخل هو كمان وراهم، فارت بيهدده بالمسدس بتاعه، وبيفتح باب الاسانسير وبيخرج هو وسايمون، لكن صاحبنا طبعا مش هيسيبهم بالسهوله دي، فبيخرج وراهم وبيطلع مسدسه، لكن ارت ما بيدولوش فرصه، وبيبدا هو ضرب النار عليه، وبيطلع جري من المستشفى، وبياخد عربيه اسعاف واقفه قدام الباب وبيطير بيها بره المستشفى خالص، لكن صاحبنا ده برضه بيبقى مصمم انه يخلص عليهم او على سايمون بالتحديد، وبيضرب نار عليهم، وبيفقد ارت السيطره على العربيه، وبيلوش بيها حبه حلوين على الطريق لحد ما بيقف على جنب، واكيد سايمون بيبقى في حاله هلع، لكن ارت بياخده بيعدي بيه الناحيه التانيه، وبيخرج مسدسه وبيشوف اذا كان صاحبنا لسه موجود ولا لا، وبيلاقي الطريق فاضي، لكنه كمان بيلاقي سايمون ماشي على شريط القطر ورايح يقابل القطر اللي جاي، فهو اللي بيجيله حاله الهلع المره دي، وبيقوم يجري علشان يلحقه، وفي اخر لحظه بيقدر انه يشيل سايمون من قدام القطر اللي كان هيفرتكهم هما الاتنين، وبيفضل واخده في حضنه ونايم على الارض، وده بسبب قطر تاني ماشي، وطبعا عمنا سايمون بيبقى عامل فضايح. وبعد شويه بيركب ارت ومعاه سايمون القطر وبيقعدوا جواه، لكن برضه بيجي شخص شكله مش مريح وبيركب نفس القطر اللي هم فيه، وبيبدا يدور عليهم جوه العربيات بتاعه القطر، وبيحس بيه ارت. اما صاحبنا ده فبيشوف سايمون في العربيه اللي قدامه، فبيخرج مسدسه وبيفتح الباب علشان يوصل له في العربيه اللي هو فيها، لكن ارت بيفاجئه وبيضربه وبيشتبك معاه، وبيبقى معلقه في القطر وعمال يرزع فيه، لكنه بيقدر يقوم له مره تانية ويضربه، بس ارت ما بيدولوش فرصه، وبيطيره بره القطر خالص، واكيد بيخلص عليه، وبيرجع وهو متشلفط وبيبص على سايمون وبقول له يا ترى انت مين او طلعت لي منين، وبياخده وبيروح لزميله تومي اللي بيبقى قالب على محمد ممدوح تايسون، واللي كمان بيسيبهم يدخلوا، وبعد كده بيروح وبيهزق ارت وبيقول له ازاي تخطف الطفل ده من المستشفى وتهرب بيه، وبيعرفوا ان المدير بتاعه بيتصل عليه كل 5 دقايق علشان يعرف ايه اللي حصل، وبيعرفوا كمان انه صدر امر باعتقاله، فبقول له ارت امال لو عرفت التقيله، وبيعرفوا ان لسه قاتل واحد ورميه من القطر، فتومي بيقول له علشان ايه كل ده، فبيفهموا ارت ان الحراسه اللي كانت على سايمون في المستشفى تم سحبها، وان كمان كان في شخص مسلح موجود وعايز يقتل
سايمون، وده اكيد هو اللي قتل ابوه وامه وصور لهم انها عمليه انتحار. وبتيجي زوجة تومي وبترحب بارت وكمان بترحب بسايمون وبتقول له ايه رايك اعمل لك حاجه تاكلها، لكنه اكيد ما بيحبش حد يلمسه. فبتقول له بهدوء انها هتروح تجهز الاكل ولو هو جعان يروح وراها. وبيبص عليه ارت وبيشوفه انه فعلا بيستجيب وبيسيب اللي في ايده وبيروح وراهم على المطبخ وبيقعد وبياكل. اما تومي فبيجي الارت بعد شويه وبيقولوا انهم ما لقوش جثه على شريط القطر زي ما بيقول. فبيستغرب ارت وبيقول له ازاي ولو ده حصل فمين اللي شال الجثه ونظف المكان علشان ما يبانش اي اثر. فتومي بيقول له بقول لك ايه الموضوع شكله كبير، وبينصحه انه يرجع سايمون للمستشفى ويشيل نفسه من الحوار ده كله. فبقول له يعني انت عايزنا نسلمهم الطفل علشان يقتلوه؟ فتومي بيقول له انت ايه مشكلتك، هو الطفل ده كان من بقيه اهلك؟ لكن ارت الكلام كله ما بيبقاش عاجبه، فبينادي على سايمون علشان يمشوا خالص وبيطلب العربيه من تومي وفعلا بياخدها وبيمشي هو وسايمون وبيقفوا تحت كوبري وبيبقوا الاتنين مرهقين. وبيسمع ارت سايمون وهو بينادي على ابوه علشان ياخده في حضنه وينيمه زي ما هو متعود، لكنه ما بيبقاش في ايده حاجه يعملها له وبيروح ارت في النوم من التعب. لكنه بيصحى اول ما النهار بيطلع، بس المصيبه بقى انه ما بيلاقيش سايمون جنبه. فبياخد العربيه اللي معاه وبيلف بيها في الشوارع علشان يدور عليه، وفعلا بيشوفه ماشي لوحده في الشارع. فبينزل من العربيه وبيروح له وبيتكلم معاه بالراحه ومن غير ما يلمسه وبيقول له تعالى اركب العربيه معايا احسن من المشي. وفعلا بيتدور وبيروح معاه وبيفضل سايمون يقول له يمشي منين، وارت بيسمع كلامه وبيمشي في الاتجاه اللي بيقول له عليه سايمون لحد ما بيلاقي نفسه وصل لبيت سايمون وبتشوفهم واحده من الجيران. وبينزل ارت وبيفسخ الباب وبيدخل هو وسايمون واللي بينادي على امه وبيعرف انه موجود في البيت وبيروح علشان يعمل اللي دايما متعود عليه. وارت بيحاول انه يساعده وبيدخل معاه الغرفه بتاعته وبيشوفه وهو بيفتح مجله الالغاز وبيبص على الشفره اللي بسببها اتفتحت عليهم كل المصايب. وبيشوفه كمان ارت وهو نازل على السلم وبيروح وراه وبيلاقيه رايح على التليفون وبيتصل بنفس الرقم. وطبعا الرجاله اول ما بيشوفوا الاتصال بيقوموا جري وبيعرفوا ان هو نفس الطفل وبيتصل من نفس البيت. فبيتكلم معاه واحد منهم وبيساله اذا كان هو سايمون ولا لا، لكن ارت بياخد التليفون منه وبيسالهم هم مين، ولما ما بيردوش بيعرفهم انه من الشرطه الفيدراليه وانه هتتبع رقمهم ويعرف هم مين. لكن داين بيتكلم معاه وبيقول له انه مش هيقدر يتتبع الرقم ده ولا حاجه، وبيقول له شوف البريد الالكتروني اللي هيمليه له بكره الصبح. وبعد ما بيمليه له بيقفل الخط، لكن بيحس بحاجه غريبه بره البيت، ولما بيبص بيلاقي جاراتهم اللي شافتهم داخلين بلغت الشرطه. فبياخد سايمون بالراحه وبيخرج من الباب الوراني، وده لان في امر باعتقاله وكمان في خطوره على حياه سايمون بعد ما بقاش واثق في اي حد. وبيوصل ارت المكان فيه انترنت وبيدخل على البريد اللي داين قال له عليه، ولما بيفتحه بيلاقي نفس الشفره موجوده، وطبعا هو مش هيفهم فيها حاجه. فبيطلب بالراحه من سايمون انه يحل له اللغز ده، وفعلا بيقعد سايمون وبيحلها بمنتهى السهوله وبتبقى عباره عن موعد الساعه 12. فبيشوف ارت واحده قاعده لوحدها في الكافيه وبيطلب منها انها تساعده وانها تفضل مع سايمون 10 دقايق بس على ما يجيب له طلبات من بره، وبيعرفها كمان ظروفه. فبتوافق وبتساله عن اسمه وبيعرفه لها وبيشكرها على مساعدتها ليه، وبتروح ستيسي علشان تقعد وتخلي بالها من سايمون. وبيظهر داين في المكان والموعد اللي بعته بالشفره، وكمان بيوصل له ارت وبيفهم منه كل حاجه، وبيعرف ان داين متعاطف مع الولد الصغير وكمان مش راضي ان اهله يتقتلوا بالبساطه دي. لكن قبل ما اتكلم اكتر بيقع على الارض وبيستغرب ارت، لكنه بيشوف مكان رصاصه في ظهر داين وبيبقى نفس الشخص ده هو اللي صفاه وخلص عليه. ومن غير تفكير بيروح وراه وبيطارده، وبيبقى صاحبنا ده ماسك مسدسه وبيجري وسط الناس. ونفس الشيء بيعمله ارت، ولما بيوصل للمكان اللي اختفى فيه مش بيلاقيه، وبيبقى اكن الارض انشقت وبلعته. وبيرجع تاني للمكان اللي اتقتل فيه المسكين داين، وبتكون الشرطه وصلت للمكان وبيحاولوا يشيلوا الجثه. وبيشوف ارت كاميرات المراقبه اللي موجوده في المحيط بتاعهم واللي بتخص بنك، وبيروح على هناك بصفته من الشرطه الفيدراليه وبيدخل للمسؤول عن الامن وبيراجع الشريط اللي ظهر فيه هو وداين وبياخده معاه وبيمشي. وبيرجع جاري للمكان اللي ساب فيه سايمون، لكنه ما بيلاقيلوش اي اثر لا هو ولا ستيسي. فبيخرج في الشارع وبيحاولوا يدور عليهم، وفعلا في الاخر بيشوفهم الاتنين ماشيين جنب بعض وبيجري عليهم وبيطمن ان كل شيء تمام. لكن برضه في اخر لحظه بيلحق سايمون من قدام عربيه كانت هتخبطه، واللي برضه بيفضل يصرخ علشان ارت شايله غصب عنه. لكن ستيسي بتلاحظ ارت وهو بيتدرى من عربيه الشرطه اللي معديه جنبهم، فبتفهم انهم اكيد واقعين في مشكله. لكن في الاخر بيشكرها ارت على مساعدتها ليهم وبيسيبها وبيمشي في الوقت اللي بيظهر فيه ليون، واللي اكيد بيبقى مرعوب بعد ما عرف ان داين زميله تم تصفيته. وبتساله زميلته ايه الموضوع، فبيخاف يحكي لها او يعرفها مين اللي كان ورا قتل زميلهم داين. اما ارت فبيكون موجود في مكان هو وسايمون، لكن زميله تومي بيوصل له وبتضح ان ارت بعت له شريط الفيديو اللي خده من البنك.
وكده بيكون تومي اتاكد ان الموضوع كبير وان زميله متورط فعلا مع ناس ما بترحمش. وبيساله ارت عن الشخص القاتل اللي ورا كل المصايب دي، فبيقول له انه اسمه بيتر وانه كمان تابع للقوات الخاصه. فارت بيقول له طيب ما تقبضوا عليه. قال له ما ينفعش لانه اصلا ميت. وبيعرفوا ان الشخص ده المفروض اتقتل في بيروت من حوالي 8 سنين، وكمان اتعملت له جنازه عسكريه واتدفن. فارت بيقول له انت ايه رايك؟ فتومي بيقول له ان الموضوع كبير قوي وكمان اكبر مما نتخيل. فبقول له ارت خلاص ما تشغلش بالك انت وخليك بره الحوار ده كله علشان اكيد ما يتاذيش. فبيساله بيقول له طب انت ناوي على ايه؟ قال له والله ما انا عارف. والتاني مره بينصحه تومي وبيقول له يبعد عن الطفل بدل ما يضيع هو كمان بسببه، لكن ارت بيفهمه انه مش هيقدر يعمل كده ويسيب سايمون لوحده. وبيقول له انه طفل مسكين اتيتم على ايد ناس ظلمه، وانه بقى خلاص حاسس ان هو المسؤول عنه وعن حمايته حتى لو الموضوع ده هيكلفه حياته. ده في الوقت اللي ليون بيكون موجود في بيته وبيكتب حاجه على الاله الكاتبه، لكن بيدخل عليه البني ادم ده وبيضربه هو كمان بالنار وبيصفيه، وبياخد الاوراق اللي كان بيكتبها وبيخرج من البيت. اما ستيسي فبتصحى من النوم على صوت جرس الباب وبتلاقي ارت هو الموجود، فبتقلق منه وبتبقى مش عايزه تفتح له، لكنها اول ما بتشوف سايمون معاه بتهدى شويه وبتفتح الباب بالراحه وبتساله عرف عنوانها ازاي. فبيعرف ان اسم الشركه اللي هي شغاله فيها كان موجود على الشنطه بتاعتها، وانه كمان اتصل بيهم وعرف عنوانها، لكنها بتبقى اكيد مش مصدقاه. فبيعرفها انه عميل تبع للاف بي اي لكنه وقع في مشكله ومحتاج لمكان يقضي فيه الليله دي بس حتى لو علشان خاطر سايمون المسكين. وفعلا بتفتح لهم الباب وبتسيبهم يدخلوا، وبتسال ارت وبتقول له ممكن يفهمها هو ليه ما اتصلش على الاف بي اي علشان هم اللي يساعدوه. فبقول لها بكل صراحه علشان هم دلوقتي اللي بيدوروا عليه. وبتبقى ستيسي قلقانه لكنها بدون سبب بتبقى مطمنه وعارفه انهم مش هيأذوها، وبتاخد سايمون علشان توريه هو هينام فين. وبيشوفها ارت وهي بتنيم سايمون بطريقه لطيفه وبشكرها على اللي عملته، وبيوعدها انهم هيمشوا اول ما النهار يطلع. وفعلا بيطلع النهار وبتروح زميله ليون للبيت عنده، لكنها بتلاقيه نايم على الارض جثه هامده. فبتبص على ورق الكربون اللي كان بيكتب فوقيه، وبعد شويه بيظهر تومي في المكتب بتاعه وبيعرفوا ان في واحده بتسال عن العميل ارت. فبقولها تخليه تطلع له الاول، وبعد شويه بيظهر تومي ومعاه ايميلي زميله ليون وهم رايحين يقابلوا ارت. وبتخرج ظرف من معاها وبتقول ان دي كانت وصيه زميلها ليون انه لو جرى له حاجه تروح وتقابل ارت وتحكي له على اعترافها. وبتعرف ان هو كمان اتقتل وتم تصفيته، لكنها لقت الاعتراف بتاعه كان كاتبه على الاله الكاتبه، واللي بيقول فيه ان قدره هو المسؤول عن قتل ابو سايمون وامه وكمان مسؤول عن قتل زميله داين. وبيشكر ارت ايميلي على انها اهتمت وجات له رغم انها حزينه على موت زميلها. وبيرجع ارت البيت ستيسي اللي بتبقى مش طايقاه لانه ممشيش هو وسايمون زي ما وعدها، لكنه بيحاول يفهمها ان حياه سايمون في خطر وان بيتها عمر ما حد هيشك او يعرف ان سايمون مستخبي عندها. وبيقول لها ان في مشوار لازم يروحه علشان يخلص القصه دي خالص، وبيوعدها انه هيرجع تاني يوم قبل الظهر. وبيبقى كل اللي في دماغ ارت انه يوصل للي اسمه قدره علشان يقفل القضيه دي خالص. وبيدي توم الظرف اللي ايميلي جابته له، وكمان بيوصيه على سايمون وانه لو جرى له حاجه يحاول هو انه يحميه. ولما بيجي الليل بيبقى قدره موجود في بيته وكمان عامل حفله مش عارف ليه بصراحه، لكن الامن بيوصل له وبيقول له ان في واحد مستنيه بره، وبيديه نسخه من الظرف بتاع ليو. وبيفتحه ويشوف الرساله اللي كتبها ليو قبل ما يتقتل، وبيقول لهم ياخدوا له القبو بتاع البيت وهو هينزل ويقابله. وفعلا بينزل له وبيشوفه وبيقول له انه عارف عنه كل حاجه، وعارف كمان انه عميل سري مختل عقليا تابع للاف بي اي. ومش بس كده، لا ده كمان خاطف طفل عمره 9 سنين وبيتكلم معاه بمنتهى العنطزه الفارغه. وبقول له كمان جاي لك الجرأه انك تيجي لحد بيتي وماسك سلاح في ايدك، ده غير الاتهامات الغير رسميه اللي بتتهمني بيها في الظرف بتاعك. فارت بيقول له خلاص لو الاتهامات الغير رسميه مضايقاك ممكن نخليها رسميه ونسيبهم بقى يحققوا في القضيه دي ويعرفوا اذا كنت انت السبب ولا لا، او في حل تاني وهو ان يسيب سايمون في حاله وما يقربش منه. لكن قدره بيقول له كل كلامك ده في الفاضي، وبيعرفوا ان الموضوع اكبر مما هو يتخيل، وان الطفل اللي بيوصيه عليه ده حل شفره ممكن تودي الملايين في داهيه. وبيعرفوا كمان ان سايمون ده لو كان ابن رئيس امريكا نفسه كان هيعمل نفس اللي اتعمل، لان مصلحه الملايين اكبر بكتير من ان طفل متخلف يعيش او يموت. لكن ارت الكلام ما بيعجبوش وبيضربه وبيرميه على الارض وبيقول له قدامك 36 ساعه عشان تعرف انك ملتزم باتفاقنا والا الفضيحه بتاعتك هتبقى بجلاجل. ولما بيخرج بيتصل على زميله تومي وبيعرفوا باللي حصل، وكمان تومي بيقول انهم هيدخلوا سايمون في برنامج حمايه الشهود، لكن الاثنين ما يعرفوش ان قدره مراقب تليفون تومي لانه عارف انه اقرب حد الارت. وبيسمعوا وهو بيقول انه سايمون هيتم نقله بكره الساعه 8 بالليل في مروحيه، وبيعرفوا مكان المقابله، واكيد بيأمر الراجل بتاعه انه يكمل اللي بدأه. وبيجي اتصال لستاسي ولما بترفع السماعه ما حدش بيرد عليها. وبعد شويه صغيرين بيوصل ارت للبيت بتاعها، ولما بيدخل ما بيلاقيهاش هي وسايمون بيقلق وبيخرج مسدسه وبيروح جاري على التليفون وبيتصل بزميله تومي وبيساله عن ستاسي وسايمون، فبيقول له ما يقلقش عليهم وانهم الاثنين بخير، لكنه خلاهم يتنقلوا من مكانهم بعد ما شكت ستاسي انهم عرفوا طريقهم. لكنهم بيدخلوا على تومي وبيعرفون المدير بتاعه عايز يشوفه، فبيقفل مع ارت وبيروح يشوف هم عايزينه ليه، لكنه بيتفاجئ بقدره اللي بيكون موجود في مكتب المدير واللي بيعنفه على انه بيساعد ارت.
وانهم الاتنين اختلقوا قصه وهميه علشان يدخلوا اللي اسمه سايمون برنامج حمايه الشهود. لكن تومي بيقول للمدير بتاعه ما يسمعش كلام الانسان اللي واقف قدامه ده لانه يعتبر سفاح وبيقتل الناس من غير مراجعه او ضمير. لكن كودرو بيتكلم معاه وبيقول له انا ما اعرفش صاحبك المختل ده مفهمك ايه، لكننا كل همنا اننا نرجع سايمون من ايد اللي خاطفه. وعمال يخلق في قصص وهميه وبيقول لهم من دلوقتي الاف بي اي ما بقاش ليها دخل بالقضيه دي لانها هتبقى تبع شغل جهاز المخابرات، وبيسيبهم وبيمشي. فبيخرج تومي الرساله بتاعت ليون وبيديها للمدير بتاعه وبيقول له اللي كتب الرساله دي كان شغال مع صاحبنا ده، وبيعرفوا انهم قتلوه بعد ما كتب الرساله دي، ده غير زميله الاولاني. ده في الوقت اللي بتوصل فيه ستيسي ومعها سايمون للمبنى اللي المفروض المروحيه هتوصل عنده وتاخد سايمون، وبيركبوا الاتنين الاسانسير علشان يطلعوا، لكنهم ما بيلاقوش غير كودرو هو اللي بيقابلهم وبيقولها ان هو اللي هياخد سايمون ويخليه ضمن برنامج حمايه الشهود. وبيبص لسايمون وبيقول له تعبتنا معاك يا حاج سايمون، وبيبقى عايز ياخده لكن سايمون بتشنج عليه. فستيسي بتقول له ان هي اللي هتوصله للطياره بنفسها، وبيبقى شكلها مش مرتاح لكودرو وبتساله عن ارت وانه المفروض يكون موجود معاهم، لكنه بيقول لها اي كلام وبعرفها ان امريكا مش هتنسى اللي بتعمله علشانها. وبيفتحوا الباب علشان يوصلوا للطياره وما بيبقاش قدام ستيسي غير انها تودع سايمون وبتتمنى له حياه جميله. في الوقت اللي بيبقى مدير الشرطه الفيدراليه استرجل وقرروا انه يوقف المهزله اللي بتحصل دي، وبيدي الضوء الاخضر لتومي واللي معاه، وفعلا بيقتحموا المكان وبتخاف ستيسي من دخلتهم. ولما كودرو بيشوفهم بيأمر الراجل بتاعه انه يعطلهم على قد ما يقدر، واللي فعلا بيخرج زي الطور الهايج وبيفتح النار على الجميع. وبيحاول تومي يأمن ستيسي وبيبعدها عن ضرب النار، وبتوصل الطياره للسطح وبيشيل كودرو سايمون وبيروح علشان يركبها. لكن سايمون اكيد ما بيحبش كده وبيفضل يصرخ. بس المفاجاه بقى هنا ان اللي بيبقى جوه الطياره واللي بياخد سايمون هو ارت اللي بيضرب كودرو برجله، لكنه بيتعلق فيها وبيقعوا هما الاتنين ومعاهم سايمون. وبيبقى الطور لسه هيك في عنبر 9، قصدي لسه بيضرب النار على تومي ورجالته. في الوقت اللي بيخرج كودرو المسدس بتاعه وبيحاولوا انه يقتل سايمون، لكن ارت اكيد بيمنعه وبيخرج مسدسه هو، لكنه بيتمسك منه وبينجح كودرو في انه يرميه من ايده، وكمان بيحاولوا انه يرمي ارت نفسه من فوق المبنى. وفي الوقت الاتنين بيقطعوا بعض بيبقى سايمون ماشي على حافه المبنى، فبيشوفوا ارت وبيترعب، لكنه بيبقى رايح يجيب مسدس علشان يساعد ارت اللي بقى صديقه، وفعلا بيوصل له وبيديه المسدس في ايده. اما ضرب النار فبيبقى لسه شغال، والازاز بتاع الواجهه اكيد بيتصاب هو كمان، لكن مع الرياح وكمان وجود المروحيه بيخليه يتفرتك وبيخلص على صاحبنا ده بطريقه بشعه. ولما بيدخل تومي ورجالته للمكان اللي فيه ارت، كودرو بيشيل سايمون علشان يرميه من فوق المبنى، لكن ارت بيضربه بالنار وبيجري بسرعه وبياخد سايمون منه وبيسيبه يقع هو لوحده في سلام. وبيبص ارت لزمايله اللي بقوا خلاص عارفين الحقيقه وان زميلهم بريء، وبيبص كمان على سايمون بعد ما بقى خلاص مطمن عليه. وبتعدي الايام وبيروح ارت علشان يزوره في المكان اللي الدوله امرت بيه، وبيشوفه وهو قاعد في مكانه الجديد وبيتكلم مع المدرسه بتاعته وبيطمن عليه وعلى عيشته وسطهم. فبتساله هو مش عايز يقابله، فبقول لها اعتقد انه مش هيفتكرني حتى، وبقول لها انه جايب له مجلات كتير للالغاز علشان يتسلى بيها، فبتقول له من الافضل انك انت اللي تديها له بنفسك. وفعلا بيدخل وبيقعد جنبه وبيسلم عليه، لكن سايمون ما بيبصلوش حتى، فبيديله المجلات اللي جايبها له، لكن سايمون بيبقى فاكره وبيبص له بهدوء وبيقوم بالراحه وبينام في حضنه زي ما كان بيعمل مع ابوه. وبس كده بيخلص ملخصنا. واللي لو عجبك فما تنساش انك تدعمنا بلايك عشان تساعدنا على انتشار الفيديو، وكمان تساعدنا اننا نكمل ونستمر، وتشترك بالقناه لو اول مره تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.